ساعة الفرج قد تتأخر لكنها حتما ستأتي، هذا وعد الله. يقول جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. الفرج سيأتيك يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. بعد الضيق سعة، وبعد الهم فرج، وبعد الدمعة بسمة. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. والله أصلا وأنت في المصيبة أثناء وقوعها تراك في نعمة وخير، لما تجد في قلبك من الانكسار بين يدي الله والتذلل له والافتقار إليه، هذا بحد ذاته نعمة وقت المصيبة. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها الموجوع صبرا فإن بعد العسر يسرا، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور قل لي هل يذيب الله كسرا. يا عزيز القلب مهلا فإن بعد العسر يسرا، ستفرج ستفرج ستفرج. لماذا؟ لأنك مع كريم، مع عظيم. فقط فليرى منك الله دعوات، دمعات، ركعات، سجدات، صدقات، تغير مجرى نفقات، تغير مجرى الحياة، تغير التاريخ لك. تاريخ حياتك كله تتغير، لا إله إلى الأجمل، إلى الأكمل، إلى الأحسن. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوطك منه غوث، يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. طيب إذا كنت تقرأ ووصلت في سورة التوبة إلى آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ما يجيك فضول من الثلاثة؟ وش القصة؟ وش الثلاثة؟ وين خلفوا؟ وكيف تاب الله عليهم؟ وش الذنب العظيم اللي سووه علشان تنزل فيهم آية إن الله يتوب عليهم؟ لم يتخلف من أهل الإيمان عن هذه الغزوة إلا 3 من الصحابة، هم الثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هؤلاء ال3 الصحابة تخلفوا عن هذه الغزوة. غزوة تبوك كان جيشها في عسرة لا يعلمه إلا الله، كان في فقر وفي جوع، كانت صعبة جدا، يعني لدرجة أن الثلاثة كانوا يتقاسمون التمرة، والرابع يجي ياخذ النوى يمص النوى من الجوع، شيء هايل. انتهت الغزوة، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وصلى في مسجده، فادخلوا المتخلفين اللي ما راحوا معهم للغزوة، الرجال اللي قاعدين، فكان عددهم 84 85 بضع وثمانون، فبدأوا يحلفون للرسول بأعذارهم ويعطون الأعذار ويحلفون. تركهم الله شيء في سرائرهم، يعني بينهم وبين الله، ودعا لهم يعني إن الله يغفر لهم. راح فدخل كعب بن مالك وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: ما خلفك؟ قال: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الأرض كلهم لطلعت بعذر أخف غضب علي، ولكن يا رسول الله أنا ما بيطلع قدامك بعذر ويسخط علي الله سبحانه لأني يرجو عفوه. أنا ما لي عذر، أنا والله ما كنت قط بأيسر حالا وأقوى مني حين تخلفت عنك. يقول كنت حالي مادتي حلوة يسيرة وقوي وما رحت معك، وإني لا أرجو الله أن يغفر لي. هذا الصدق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فقام وزعلان مكتوم، ما يدري وش يسوي، وسوى مثل سواته 2 فصاروا 3. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهجروا هؤلاء الصحابة ال3 ولا يكلموا في المدينة أبدا لمدة 50 يوم. 50 يوم ما أحد يكلم هؤلاء الصحابة ال3. الناس ما يكلمونا 50 يوم. 50. يقول أخوياي من الاكتئاب والحزن اللي فيهم قاعدة في البيوت، أما أنا صرت أطلع على الأسواق، يقول وأسلم على الناس ما يردون علي، أكلم الناس ما يردون علي، ما حد يكلمني، ما حد يطالع فيني. يقول ورحت الولد عمي أحب الناس إلي المزرعة أبو قتادة، يقول يحبني مرة وأحبه، يقول سلمت عليه وما رد علي. يقول قلت أبو قتادة شهدك الله أنك تعلم أني أحب الله ورسوله. يقول فطالع فيني وصد ما رد علي.
أحب الناس يا قلبي مرة. يقول فاضت عين من الدموع ما عاد أقدر. يقول فجلست أبكي وأنا رجال أبكي الحزن. يقول في الليلة 40 من 50 ليلة ذي، يقول جاني واحد من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فتباشرت خير، فقال الرسول يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت له ويله أطلقها؟ قال لا أعتزلها. يقول فهي أساسا ما تكلمني. يقول فرحت لها وقلت روح البيت أهلك. والله عز وجل وصف هؤلاء الصحابة قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. شاهد الوصف القرآني، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل يعني يمشي في المدينة، في طرقات المدينة ما حد يكلمه، أهلهم ما حد يكلمه، يسأل الناس يسلم عليهم ما حد يرد عليه. ليش؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، قال اهجروهم حتى ينزل كتاب من الله. الضيقة تقول بصدري ها. يقول وانا اطلع على داري على السطح، يقول انا قاعد ابكي 10 ليالي كلها انا اصلي فوق وادعي وابكي. يقول ضاقت علي الارض بما رحبت، خلاص الدنيا ما عاد تسوى شيء مره. يقول في الليله 50 وانا اصلي اللي اسمع الناس يا كعب بن مالك ابشر، يا كل الدنيا كلها يصيحون. يقول وانا اطيح على ركبتي وانا اسجد وانا ابكي. يقول من قبل لا يعلموني انا دريت انها بشاره وفرج الدنيا كلهم. يقول فدخلوا علي في السطح ويشيلوني يا كعب بن مالك، تاب عليك الله بآية في القرآن، وانزلت الآية هذه فيهم. أخير يوم في حياة القرآن.